يا بنات، كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما ايامكم كلها سعاده. في كومنت كده عايزين نتناقش فيه شويه، عشان هو بصراحه يعني انا مش فاهماه او مش مستوعباه. حد من الناس اللي معترض على فكره ان الست اصلا تشتغل، كل واحد حر، ولكن هي بتقولي على فكره انا بقابل رؤساء ووزراء وكده يعني. فانا بقول لها غريبه يعني ان حضرتك، وبكلمها باحترام، غريبه يعني ان حضرتك بتشتغلي وعايزه الست تقعد في البيت. فقامت جت قالت لي انا ما اسمح لكيش تقولي عليا غريبه. لو انا بقول لك غريبه انك بتشتغلي وعايزه الناس تقعد في البيت. انا هحاول احط لكم السكرين ريكورد بتاع الكومنتس هنا. خليكي كده عبده لمديرك، انت كفرتيني وانا قاعده مش عارفه ليه، مش بعبد اي حد غير ربنا في الدنيا، وعمرك ما هتقابلي ناس محترمه. يعني الاستاذه كفرتني وقالت على الناس اللي حواليا ان هم مش محترمين، وعمري ما هقابل حد محترم. فانا بصراحه انا قلت لكم ان انا لما بلاقي كده بنسحب من الحوار وخلاص، وانا انسحبت. ففي تقريبا حد دخل قال لها يعني بتقابل الناس دي فين، الرؤساء والوزراء؟ فهي قاعدة تكتب كومنت، والكومنت موجود اصلا يعني. فهي دخلت بعد كده تقول مش عارفه صاحبة القناة مسحت الكومنت او حاجه كده، مش فاهمه ليه همسحه اصلا يعني. طب ما كنت مسحت بقى من الاساس وانتي بتشتميني يعني، ما علينا. فانا بقول لها ما مسحتش حاجه. فقعدت بقى ايه تغلط، وفي الاخر هددتني ان هي برضو بلوجر. انا مش فاهمه هي ليه ضد عمل المراه يعني. انا برضو مش فاهمه، حضرتك بتقابلي رؤساء ووزراء وكمان بتشتغلي في منظمات عالميه وبلوجر، بتشتغلي على خطاب الكراهيه، وفي نفس الوقت عايزه الست تقعد في البيت ما يبقاش ليها اي قيمه يعني. مش فاهمه يعني الكلام ذات نفسه بالنسبه لي انا مش منطقي يعني. هي بتقول ان انا اللي بغلط فيها، انا مش فاهمه مين بيغلط في التاني. دي حاجه غريبه جدا. فكره ان حد يكون بيتعامل مع ناس من اعلى القامات اللي هي المهنيه في العالم كله، الرؤساء، ما هم الرؤساء دول اعلى حاجه في الهرم المهني. فلما حضرتك بتكوني بتتعاملي مع الناس دي وبتشتغلي بلوجر في منصات عالميه ضد الكراهيه والعنف والحاجات دي كلها، وتيجي عايزه الست تقعد في البيت، دي بالنسبه لي انا اصلا حاجه مش منطقيه جدا. وفكره انك بتقلبي الكلام وانا بتكلم معاكي باحترام، دي برضو حاجه بالنسبه لي غريبه جدا. هي كلمه غريبه عيب ولا ايه؟ عشان انا برضو مش فاهمه، هي كلمه غريبه بقت عيب؟ لو تلاحظوا برضو في الكومنت بتقول ان انا مسحت الكومنت اللي هي بتشرح فيه للبنت اللي ردت عليها او سالتها ايه هي المنظمات وكده يعني. الغريب ان الكومنت موجود وانا بعمل لكم سكرين ريكورد دلوقتي، والكومنت موجود، واصلا هي قاعده تتكلم يعني. شو خدوا بالكم من الوقت، هي عماله تتكلم وتقول ان الكومنتس مش موجوده وممسوحه، وانا عماله ارد عليها والكومنتس موجوده عادي جدا. فانا مش فاهمه هو ايه كميه الافتراء على الناس، وفي الاخر تهددني. ان انا نفسي تتكلمي عني، صدقيني انا نفسي ان الناس كلها تشوف مين فينا بيعمل خطاب للكراهيه.